دون محاولات المغاربة المتكررة اقتحام الأسوار المؤدية إلى القصر الملكي في الرباط. اختلطت مشاعر الفاجعة بالأسى للمصاب الجلال الذي أفقد المغاربة من كانوا يلقبونه بالملك الأب. شد ألم كنعيشوه في هذا النهار هذا، هذه المأساة هذه ما كناش منتظرينها عنها. ذهول الشارع المغربي وصدمته لرحيل الملك الحسن الثاني يبدو في تصاعد مثير للدهشة كلما برزت ملامح الإعداد لمراسيم الجنازة التي ستنطلق من القصر الملكي عبر الشارع الرئيسي باتجاه ضريح محمد الخامس، حيث سيرقد الملك الحسن إلى جوار والده. أجواء الحزن ومشاهد الأسى على رحيل ملك البلاد انتقلت عبر كل شوارع الرباط في تعبير موحد عن الحداد، وستعرف الجنازة مشاركة مكثفة على مستوى قادة الدول والحكومات العربية والإسلامية ومن أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة في مشاهد لم يعرف لها المغرب مثيلا منذ رحيل الملك محمد الخامس. وإذا كان المغاربة فشلوا في التغلب على مشاعر الحزن متسلحين بالبكاء والدعاء بالرحمة لملكهم الراحل، بيد أن سلوانهم الوحيد كان الملك الجديد محمد بن الحسن، على اعتبار أنه كان الرفيق الدائم لوالده الحسن. وكنتمنوا الملك الجديد محمد السادس تتمنوا له مهمة يسيرة، وكنتمنوا له يتغلب على جميع المشاكل، ونتمنوا له يكون يمشي في النهج اللي مشى فيه الوالد ديالو رحمه الله اللي كان قدوة. وإذا كان العاهل المغربي الراحل قد مهد الطريق أمام الملك محمد من خلال إقامة دولة مؤسسات وتكريس الخيار الديمقراطي وتسليم السلطة لحكومة معارضة في أول خطوة في العالم العربي في اتجاه تعزيز مبدأ التناوب على السلطة، إلى أن الملك محمد بن الحسن سيواجه ملفات أخرى غير مكتملة، أبرزها الملف الذي كان يؤرق الملك الراحل الصحراء الغربية، حيث يجري الإعداد للاستفتاء في تموز يوليو المقبل. وسيكون على الملك محمد رفع رهان ملف صحراء الذي لم يحالف الوقت والده في الانتهاء منه. كذلك سيكون الملك محمد مطالبا بالمضي قدما في مساعي والده لتحقيق الانفراج في المسار المغربي الجزائري الذي كان سيعرف بدايته خلال أسابيع بإعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 94 وألف. لكن أهم تحدي يعتبر المراقبون أنه لن يكون سهل التجاوز هو الملف الاقتصادي، بالنظر إلى أعداد البطالة المتنامية خصوصا في أوساط الشباب حملة الشهادات الجامعية العليا، إضافة إلى أوضاع الطبقة الشغيلة في مجالي الصحة.